فاكرين المنظر ده كان قبل 7 أكتوبر بتقريبا أسبوع. كانت خريطة إسرائيل الكبرى منورة كده، وطلعوا ال 22 طرطور يسقفوا، وكان كاتب عليها ذا نيو ميدل ايست. فاكرين لما اتقال على طريق الحرير اللي هيلغي قناة السويس، ولما اتقال على الطريق اللي هو بين الكيان وبين السعودية بسبب ان احنا فرطنا في تيران وصنافير المصريتين. فطبعا ايه، بما ان اللي بيحكمنا كس نياهو عرفتوا، فطبعا هو ايه خلاص هو ضيع البلد، ضيعها كلها، هو ضيعنا كلنا، ضيع الاجيال كلها الحاليه والمستقبليه كل حاجه. يعني الناس العواجيز راحوا في الرجلين، الميدل ايدج اللي زي حالتنا راحوا في الرجلين، ولادنا احفادنا اي خرا ازرق جاي كله راح في رجلين، البلد كلها اتباعت خلاص. فكان قاعد شبه الكس كده، هو كس، هو عباره عن كس، كان قاعد بيهزر بيسقف وهو بيتقال له نيو ميدل ايست، وبيتقال له ان قناه السويس دي ابقى العب فيها البخت، العب فيها ضغط، اعمل فيها اي دايفنج، اي حاجه خلاص. فشويه شويه لما لقوا ان هم خدوا النيل وخدوا الاثار وخدوا الاراضي كلها بتاعت مصر، تلتين مصر اتباعت بمال الخليج عن طريق الامارات، واللي ما قدروش ياخدوه بالحرب خدوه بالمال الخليج العفن الوسخ علشان زباله الخليج يضمنوا كراسيهم. فخلاص سكتنا له ابن المتناكه، دخل بحماره. قال لك ايه؟ قال لك اسرائيل الكبرى اللي تشمل مصر والاردن وفلسطين وسوريا وكل بقى الوطن المتناك الزباله ده، صح كده؟ فمحدش طبعا طلع يرد عليه. انا بقى بما اني مواطنه مصريه ابن المتناكه، انا بقى برد عليك. انت تعالى كده هوب، مش كل المصريين مقلط 1 وزمبر 1، ومش كل المصريين بيشربوا ستروكس اللي انتوا غرقتوا بيه مصر، وبيشربوا شابو وايس وهلم جره. لا، في مصريين مستنينك وبيتمنوا ان انت وجيشك تدخلوا وتقربوا ناحيه مصر عشان يقعدوك على الترتره، وساعتها انت عايز حته من مصر، هنديك حته من ترتره كل مصري. كل مصري هيعلم على المؤخره علشان تبقى تعرف تتمنى في اوسخ كوابيسك ان انت تهوب ناحيه مصر، وكل اللي اشترى قطعه خرا من ارض مصر هيدفن فيها. والله العظيم، والله لو انا عايشه ولا انا ميته، ومهما كلفني الكلام اللي بقوله، اللي اشترى كل قطعه ارض من ارض مصر البيع ده باطل باطل.